يا مساء السعادة، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل الكشري المصري على اصوله وكمان اقتصادي. كل حاجة هتقعدي تقولي لنا اقتصادي، كل حاجة عندنا في البيت هنقدر ندبرها ونمشي بيها ايام. يلا بقى، الكشري بتاعنا اهو تحفة 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 تحفة. وعملنا له كمان شوية شطة زيت نار جهنم، وعملنا الصلصة بتاعته وكمان الدقة البيضة. يلا ندخل نشوف الفيديو عملنا ازاي الكشري. اول حاجه في الكشري بقى بعملها ان انا ببقى مخططه مثلا من بالليل مثلا ان انا اعمل الصبح كشري. فبصحى، اول ما بصحى ان شاء الله من النوم ببدا انقع الحاجات اللي عايزه تتنقع زي العدس والحمص. دول اهم حاجه انقعهم. طبعا منقوعين مثلا من الساعه 10 الصبح، بقالهم 3 ساعات منقوعين. ف بعد ما اتنقعوا لازم اغير الميه، ادلقها واحط ميه نظيفه عشان خاطر الميه بتاعت البقوليات دي بتبقى فيها سموم. حطيتهم كده على النار بعد ما غيرت لهم الميه ونقعتهم وكله تمام. الحمص اول ما هيغلي هوطي عليه خالص وهسيبه يستوي براحته، انما العدس هي غلوه واحده بس وببدا اطفي عليه. وكمان حطيت الميه هنا للمكرونه عشان بقول لكم ان شاء الله شويه كشري هيبقوا تمام التمام، وهيبقوا مش هتاخدي فيهم نص ساعه. حطيت زيت هنا عشان احمر البصل، وما تقلقيش الزيت كتير كده عشان هو لاكله الكشري كلها هنستخدم شويه الزيت دول. يلا بقى ايه، نحط البصل في الزيت. قطعت البصل بقى اهو، لا حطيت عليه دقيق ولا حطيت عليه اي حاجه خالص، وده بصل جديد. تمام، هاخد بالي لانه هياخد سوا شويه. ما حطيتش عليه اي حاجه غير نقطه ملح بسيطه كده عشان انا سبت شويه، يعني قطعته وسبت شويه عبال ما خلصت الحاجات اللي ورا. هعلي عليه بقى وهحمره، وبعد ما يتحمر هرجع لكم تاني. بصوا طلعت البصل، بصوا القرمشه، صفيته وحطيته كده من غير مناديل ومن غير ورق ولا اي حاجه عشان ما يطرش. حطيت بقى الحله اللي اعمل فيها رز الكشري. احط بقى الزيت مكان البصل كده، الزيت المناسب، وهجيب شعريه الرز وهنزل بيها. طبعا في كذا طريقه في حوار الرز بتاع الكشري. في ناس بتحط الرز والشعريه بس، في ناس بتحط الرز والشعريه بس والعدس برضه. انا بقى بحط الثلاثه مع بعض، يعني بحط الشعريه والرز والعدس على بعض. تمام. وعايزه اقول لكم ان انا جربت برضو الكشري الحله الواحده اللي هو كله على بعضه ده، بسم الله ما شاء الله، ما عجبنيش بشلل. فدلوقتي انا هحمر الشعريه وهرجع لكم تاني. حمرنا الشعريه اهو، لون ذهبي جميل. نسيت برضو اقول لكم ان في ناس بتعمل الشعريه دي في حله لوحدها من ضمن الحلل الكشري. غسلت بقى رز، كميه مناسبه من الرز. وانا في الكشري ما بحطش رز كتير لان الاكتريه بيبقى عدس وشعريه. شويه ملح بقى وشويه كمون وفلفل، واشوح كل ده. عندي العدس، بصوا عشان بس الكاميرا، غلي غلوه واحده وطفيت عليه. وهنا شوحت الرز والشعريه كويس. هبدا انزل على على الرز بالميه بتاعته. الميه بتاعته دي هي اللي بتدي لون للكشري حلو قوي. وهزود ميه تاني بقى من الكتل. زودت الرز اللي هو بشعريه والعدس بتاع الكشري، وما بزودش بقى الرز كتير ميه عشان خاطر هو اكتريته شعريه وعدس، يعني مش بحط له المقدار اللي هو زي الرز مثلا. بصوا بشعريه بحط مقدار اصغر من كده بس، هغطي عليه بقى وهسيبه. الميه بتاعت المكرونه غليت، هحط عليها ملح وما بحط الزيت. تمام. اجيب بقى المكرونه. هي اصل الكشري مكرونه اسباجيتي ومكرونه الصغيره دي. تمام. عندك بقى اي نوع مكرونه حطيها. الرز بيغلي، اول ما غلي كده هبدا اوطي عليه خالص واسيبه. تمام. وادي المكرونه اهي برده بتتسلق. يلا بقى عشان نعمل الصلصه. هنعمل الصلصه، هننزل بقى بشويه الزيت هما مكان البصل برده، وفرمين حبه توم محترمين كده، وهننزل على الزيت.
هنديهم لون. التومه كده خدت اللون الذهبي ده، هنزل عليها بمعلقتين خل، وهجيب بقى الطماطم بتاعتي. الطماطم بتاعتي دي معلش كانت في الفريزر، فايه هنزلها عليها. نزلت بالطماطم، هسيبها بقى تغلي، وبعد كده هنرجع نشوف هنحط لها ايه. المكرونه وطيت عليها تتسلق براحتها خالص، والحمص كمان موطيه عليه، والصلصه اهي عشان كانت بس في الفريزر، فاول ما تغلي هنشوف هنعمل ايه. وادي الرز، تعالوا نقلبه مع بعض كده ونشوفه عامل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. حابه بقى تعملي الشعريه لوحدها والرز والعدس لوحده براحتك. طبعا انا موطيه عليه خالص. صفيت المكرونه وغسلتها، وحطيت بقى شويه زيت صغيرين كده في الحله بتاعه المكرونه. تمام، التكايه دي زي بتوع ايه المحلات بالظبط. انزل بالمكرونه، وعايزه اقول لكم ما تزودوش في سوى المكرونه قوي، خلوها كده ايه فيها قطمه كده بسيطه. حط بقى شويه فلفل وكمون على المكرونه، وهقلبها وكده يبقى ايه تمام. خلصت الرز وخلصت المكرونه، وهنرجع نشوف هنعمل ايه تاني. الحمص بصوا استوى ازاي بسرعه، لان احنا ناقعين. هنحط عليه معلقه ملح، حابه تحط عليه شطه حطي، بس انا ايه مش بحط. وفي ناس بتحط عصره ليمون. نيجي هنا بقى للصلصه بتاعتنا. الصلصه اهي لسه برضو ما سيحتش يعني، بس هتسيح. هحط لها ايه، هحط لها شويه كمون وفلفل وشويه ملح، ونقطه السكر دي اساسي في اي حاجه فيها طماطم. تمام، وهسيبها بقى تغلي. ديت صلصه على فكره تقيله، كانت عندي في الفريزر، فهي غلوه وهطفي عليها. الكشري بقى ليه دقتين، في دقه شطه زيت والدقه البيضاء. اول حاجه في الدقه البيضاء هنا بنحط نص معلقه توم، تمام، وربع كوبايه خل، على حسب بقى ايه الخل بتاعك تقيل او خفيف، انت بتبقي عارفه هو ايه. ونحط شويه ملح مش قوي، وشويه كمون. كمون كتير في في الكشري النهارده، كل حاجه عايزه كمون. وربع او كوبايه ميه صغيره، نص كوبايه ميه اهو. دي الدقه البيضاء. في ناس بتعملها على النار بس يعني بتحمر التومه وتطشي بقى بالخل والكلام ده كله، بس هي دي اخف كتير، مش بتحرق ايه القلب وكده، دي اخف كتير. يلا عشان نعمل الدقه اللي هي او شطه الزيت. شطه الزيت، طاسه صغنطوطه كده فيها شويه زيت حلوين كده، وشط براحتك بقى. الخطوه دي ابعدي عشان جيوبك الانفيه هتتدمر. نحطها كده اهو، شويه الشطه كده في الزيت، وهنسيبها دقيقه واحده بس. الشطه اهي، وبجيب كبشه من الصلصه اللي انا عاملاها وبحط عليها، وبس على كده خلصنا الكشري. خلصنا الكشري زي ما قلت لكم في نص ساعه. يلا نغرفه بقى. اول حاجه بغرفها هي الرز. شايفين الرز مفلفل ازاي وجميل، واكتريته طبعا عدس وشعريه. مفلفل ازاي عشان مش مدياله ميه كتير. المكرونه احلى طبق كشري. طبعا انتوا عارفين بيتكلف يعني بره دلوقتي الكشري بقى بكام. الحمص وجماله، الله الله على الريحه، بس ان هي حاجه من البيت. وشويه بقى الصلصه اللزاز بتوعنا، البصل روح فين تعالى، سامعين؟ وده بصل جديد يعني مليان ميه، متحطوش عليه اي حاجه، ولا نشا ولا دقيق ولا اي حاجه. كتروا له بس الزيت شويه وهو هيبقى محرمش وجميل معاكم. احنا غطينا على الحمص، نحط شويه حمص كمان مش مشكله خالص، حاجه عندنا في البيت وكله تمام التمام.
يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده والكشري كمان عجبكم. يا ريت كلكم تجربوه، ولو عجبكم انزلوا اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه، واعملوا لي لايك كمان على الفيسبوك، واشتركوا بقى في القناه كده وفرحوني. واشوفكم بقى في فيديو جديد. مع الف سلامه.